يا جدعان انتوا فاكرين مش هتشوفوني تاني ولا ايه؟ انا رجعت لكم النهارده في فيديو جديد بنسخه الواتساب اول ما التحديث نزل. انا كنت زعلان ان انا ما نزلتش فيديوهات، بس نزلت التحديث عشان الناس اللي طلبته مني. انا جايب لك التحديث، بس قبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله. وانت يا صاحبي لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي، لا بجد انا بشكركم من كل قلبي. يعني الكومنتات اللي انت كمل ان شاء الله هترجع احسن من الاول. يا جدعان انتوا خدوا قلبي يا جدعان والله. النهارده كده يعني لما شفت التعليقات الجميله والله العظيم نزلت لكم على طول النسخه. فكل اللي انا عايز اقول لك، لو انت جديد اول مره تتابعني، انا اسمي احمد محمد. المفروض ان انا بقدم محتوى الايديت والتعديل على الصور، بس انا منزل نسخه الواتساب عشان المتابعين هم اللي طالبينها. فكل اللي انا عايز اقول لك يا صاحبي اللي انت تكمل معايا الشرح الاخر عشان تعرف المميزات بتاعه النسخه، تعرف الباسورد، وطبعا انت هتعرف كل المميزات في 4 دقايق بس. كل اللي انا عايز اقول لك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ويلا بينا على الشرح. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده انا جبت لكم النسخه اخواتي عشان الناس اللي طلبت مني، يعني طلبت منهم ابلود وخايفين المحادثات تتمسح وكده. فانا بقول لك يا صاحبي لو انت متابعني على القناه على طول، انا كل ابلود ان شاء الله اول ما ينزل هتلاقيني نزلته لك على طول. كل اللي انا عايزه منك لو انت جديد هتشترك في القناه وتفعل الجرس تعمله الكل، ونزل النسخه دي وانت مطمن. فكل اللي انا عايزه منك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف الباسورد. طبعا الفيديو بتاعنا ما بعديش ال4 دقايق كالعاده، اعرفك بس المميزات اللي في النسخه. طيب كل اللي عليك يا صاحبي احنا بندخل على اعدادات عادي وبنيجي على كلمه هنا خيارات ام بي. طبعا دي كل الخيارات يا صاحبي زي ما انت شايف. عندك هنا اعدادات اخرى، طبعا دي الاعدادات كلنا عارفينها، اللي هو تغيير مثلا حجم الخط، حجم الملصقات، حجم الرمز التعبيري، السماح لما يصل الى 100 قنبله. يعني اللي هو لو انت عايز مثلا تبعت كلام مره واحده كده تقدر تفعل دي كده وتخليها ل 100 واحده. هم بيكونوا معمولين حوالي 10 او 15. لو عايز تفعل مثلا من قام وحذرك، اللي هو يظهر لك كده ده حذرك كده على الشاشه. منع لقطه شاشه لو انت مش عايز مثلا حد ياخد سكرين شوت او فيديو ما بينك وما بينه في المحادثات وكده. طيب ما يعني الخيارات دي كلنا عارفينها. هنيجي عند الحمايه والخصوصيه اللي هي اهم حاجه. عندك فوق هنا صاحبي اخفاء اخر ظهور. لو انت مثلا عايز تعملها ومحدش يشوفك اللي انت فاتح، اللي انت تفتح وتكلم اي حد عادي بس محدش يعرف اخر ظهور لك امتى. عندك هنا مثلا توقيف اشاره محوله، لو انت عايز مثلا تبعت مثلا ريكورد لحد تاني او رساله لحد تاني ما تظهروش اللي انت عاملها محوله وكده. اخفاء مشاهده الاستوري، لو انت عايز تشوف الاستوري بتاع حد وكده وهو ما يظهرلوش انك شفته. منع حذف الحالات، لو هو مثلا صاحبك ده نزل حاله ومسحها انت تقدر تشوفها عادي مش هتمسح من عندك. منع حذف الرسائل زي حذف الحالات بالظبط، لو حد بعت لك رساله ولا حاجه ومسحها مش هتتمسح من عندك. بقيه الاعدادات دي احنا عارفينها. هنا لو عايز تعمل مثلا كفل الواتساب لوحده وكده، عايز تعمل له نمط من بره وكده. لو جينا عند كل حاجه اللي الناس كلها طالباها، اللي انت ازاي تعمل خط الايفون للنسخه. كل اللي عليك يا صاحبي ركز معايا اهو. نرجع تاني، تدخل على كلمه الكل سيم لجميع الواجهات، وبعد كده بتدخل على الستايل، وبعد كده بتدخل على تغيير نوع الخط، وبعد كده يا صاحبي بتلاقي معاك اهو كل دول ايزو، دول كلهم خط الايفون. معاك حوالي 6 خط ايفون، هتختار اللي انت محتاجه. طبعا انا مختار ده كده. طيب كده عمل كده خلاص، هتطلع من النسخه وتدخل تاني تلاقي عملت معاك. طيب بالنسبه للايموجي هتلاقي معمول اول واحده اللي فوق دي، وطبعا ده ايموجي الاندرويد، لا احنا عايزين ايموجي الايفون. تضغط على تاني واحده بالشكل ده كده، كده انت عملت ايموجي الايفون. طب انا دلوقتي معايا خط على التليفون انا جايبه محمله وعايز اضيفه للنسخه. ازاي الكلام ده؟ يعني انت منزل خط مثلا وعايز تضيفه للنسخه، هتعمل ايه؟ هتضغط على كلمه خط مخصص وبعدين تضغط على كلمه اختار خط المخصص وتشوف هو موجود فين يا صاحبي وتختاره. تمام، بعد كده انت هتلاقيه اتضاف معاك على طول. كده دي الخطوط. الحاجه الاخيره بقى اللي احنا نشرحها مع بعض دلوقتي، اللي هو هندخل على الشاشه الرئيسيه وهندخل على البار العلوي. الناس اللي بتقول لي مفيش تفعيل ستايل مثل الانستجرام اللي هو الاستوري، انت لو فعلته يا صاحبي وخرجت هتلاقي الاستوري ظاهر لك زي الانستجرام بالظبط. طيب عندك هنا مرشح جديده للدردشات كلنا عارفين دي. طبعا دي لو انت عايز اسمك يظهر في النسخه من بره زي ما انت شفت كده، اللي هو على الواتساب من بره الاسم اللي انت بتكون كاتبه. طبعا فصل المحادثات والجروبات ميزه بحبها قوي، الميزه دي اللي هو تكون الجروبات لوحدها وتكون المحادثات لوحدها، وده حاجه يعني بتسهل علينا الدنيا كده. تعطيل الضغط على الواتساب، لون الخلفيه، نص الدردشه، كل ده احنا نعرفه. طبعا يا صاحبي لو جينا برده عند الستوري كده اوريك حاجه، لان ناس كتير قوي بتقول لي ما فيش حاجه اسمها اللي هو ايه، اللي هو انا مثلا انزل ستوري 5 دقايق. لا ينفع على فكره. اللي احنا نجربه دلوقتي مثلا لو جينا على الستوري ده كده زي ما انت شايف وضغطنا على كلمه تنزيل اهو. بص يا صاحبي هنا اهو، تضغط حفظ هتلاقيها نزلت معاك. تمام كده تمام. بكده يا صاحبي انا شرحت لك بعض المميزات اللي في النسخه عشان ما نطولش الشرح. وطبعا الباسورد هيكون 35 85. الباسورد ده تدخل على اللينك اللي في الوصف وتحمله، وبعدين هتحمل برنامج ار اللي بيفك الضغط، هتلاقيه موجود على متجر بلاي. هيطلب منك الباسورد، هتكتب الباسورد وتثبت النسخه عادي جدا. كده انت ثبتت التحديث. يا رب ما اكونش طولت عليكم في شرح النهارده. ما تنساش يا صاحبي لو انت جديد تشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.